هو في ايه؟ منين لغوا الإعفاء الجمركي على الموبايلات اللي جاية من بره؟ فطبيعي إنها تغلى والدنيا تتقلب، وبعدين نلاقي آيفون خفضت أسعارها في مصر. صحيح رد فعل المصريين قلب الموازين. تعالوا معايا نفهم ازاي ده حصل في اليومين دول، والأسعار فعلا نزلت ليه. بس ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لي فولو سبسكرايب علشان نفهم سوا كل اللي بيحصل. ومعاكم شروق إبراهيم. طبعا كلنا عرفنا قرار إلغاء الإعفاء الجمركي اللي زعل ناس كتير جوه وبره البلد. القرار ده عمل ضجة كبيرة جدا، وطبيعي بصراحة ما كل شوية العبء يزيد على المواطن، لأن تسجيل التليفونات اللي هتدخل مصر بقى عليها رسوم وكتيرة كمان. اللي حصل ببساطة إن الحكومة أعلنت إلغاء الإعفاء الجمركي اللي كان بيسمح لأي مسافر إنه يدخل موبايل شخصي معاه من غير جمارك. القرار اتطبق رسميا من 21 يناير اللي فات، ومن اللحظة دي أي موبايل داخل مصر من الخارج لازم يدفع عليه رسوم وجمارك. الرسوم ممكن توصل في بعض الحالات لأكتر من 35% ل 40% من سعر الموبايل. يعني موبايل مثلا ب60 ألف جنيه ممكن تدفع عليه 20 و 24 ألف جنيه ضرايب وجمارك، وتليفون ب90 ألف جنيه تبقى الضريبة عليه حوالي 35 ألف جنيه. انتوا متخيلين مش بنتكلم في 12% مثلا ضريبة، لا ده أرقام كبيرة، وده رقم مش بسيط خالص. وطبعا الضرايب عملت تأثير مباشر على سوق الموبايلات في مصر. أولها أن أسعار الموبايلات المستعملة زادت، لأنه كله عاوز يشتري التليفونات المستوردة زي الآيفون، فقرروا أنهم يشتروا التليفونات دي اللي موجودة بالفعل مستعملة، فالطلب على الموبايلات القديمة ارتفع. فبالتالي التليفون اللي في إيدك دلوقتي اللي كنت هتبيعه مثلا ب20 ألف دلوقتي ممكن يجيب لك 1000 ولا 2 ولا 3 أكتر. مطالبات بقى وحملات من المصريين بالداخل والخارج إن محدش يدخل تليفون جديد لمصر دلوقتي لحد ما القرار ده يتعدل. فبيتقال يعني ايه ادفع 40% فوق سعر التليفون اللي انا اصلا دافع له ضريبه في بلده اللي جاب منها التليفون؟ جار مش فاهمين يعني احنا كده هنخسر ولا هنكسب؟ بقول لكم حاله ربكه حصلت في السوق، وما نعرفش مين المستفيد من القرار ده. وفي اقاويل كمان بتقول ان مجلس النواب بيدرس الموضوع علشان يحصل تعديل على القرار، والحكومه تقولك ان الهدف من القرار هو تقليل التهريب، تنظيم السوق، ودعم التصنيع المحلي. المواطن يقول ده مش في مصلحتي، ده استخدام شخصي، انا ليه اتحمل كل ده لوحدي؟ لحد ما حصلت المفاجأة. ايه اغلى تليفونات بتدخل مصر؟ طبعا الايفون، وخاصة دلوقتي اخر اصدار ايفون 17 المصريين بيطلبوه من بره فبيزيد الطلب عليه. ولكن مع القرار اللي قلب الدنيا ده، المواطن اللي عايز يشتريه ويجيبه مع حد من بره او مغترب جايبه هدية لاهله او حبايبه، قالوا لا مش عاوز ومش هنشتريه. خصوصا ان لما حصلت الحملات دي قالوا ان محدش يسجل تليفونه في المطارات المصرية ولا يحطوا السيم كارد المحلية، كنوع من الضغط والانتظار لحد ما يحصل تغيير في القرار ده. فكانت المفاجأة الغير متوقعة بالمرة إن تعلن سلسلة ريدلاين الموزع المعتمد لأجهزة أبل في مصر عن انخفاضها رسميا لأسعار عدد من موديلات آيفون 17 استجابة لمطالب المستهلكين في السوق المصري، لأن حصلت حالة ركود. المصريين بيعندوا مش هنشتري يعني مش هنشتري، والتخفيضات دي بقى وصلت لأكتر من 6000 جنيه. يعني آيفون 17 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت كان ب 94000 جنيه، دلوقتي ب 87700، يعني خسر أكتر من 6000 جنيه. ايفون 17 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت بقى ب 107 700 ألف جنيه، حصل له تخفيض 1900 جنيه، كان سعره حوالي 109 ألف جنيه. وايفون 17 برو سعة 512 جيجا بايت بقى ب 99900، انخفض 2300 جنيه مقارنة بسعره اللي كان ب 102200. يعني معنى كده ممكن أسعار الموبايلات تنزل أكتر من كده؟ هقولك وارد جدا لو الدولار فضل مستقر، ومع زيادة استمرار المعروض وضعف الطلب بسبب الضرائب الجديدة ممكن نشوف تخفيضات إضافية. لكن في نفس الوقت أي تحرك في سعر الدولار أو قرارات جمركية جديدة ممكن المعادلة تتقلب في أي لحظة. فنصايح بقى لو ناوي تشتري تليفونات جديدة دلوقتي، راقب الأسعار واسأل في أكتر من ستور أو أكتر من محل، وما تستعجلش لأن طول ما في ركود في الشراء الأسعار هتقل مش هتزيد. في الآخر نزول أسعار آيفون 17 ما كانش صدفة، ده انعكاس مباشر للوضع الاقتصادي وسلوك المستهلك. يعني معنى كده احنا لينا كلمتنا في السوق ونقدر فعلا نعدل. قولولي بقى رأيكم في التعليقات، ولو حد ليه تجربة بعد القرار ده يقول لنا، ولو ناوي تشتري أو تجيب موبايل جاي من بره هتعمل إيه؟ واستنوني في حلقة جديدة من وهو في إيه، ونتابع مع بعض كل اللي بيحصل.